السلام عليكم. مستحيل تشري البسكوت لوليداتك من بعد ما تجربيه بهذه الطريقه، بدون دقيق ابيض ولا زبده ولا بيض، وايضا بدون سكر ابيض. بنين بزاف واهم حاجه صحي، ينفعكم لشرب الشاي وحتى في كوتي ديال وليداتكم. عطيوه ليهم وبالكم مرتاح، غير جربوه على حسابي والله يحفظكم وينور طريقكم. غير ما تبخلوش عليا بلايك الفيديو من باب التشجيع، ولا كنتم من المشتركين الجدد وعجبكم المحتوى كنتمنى من كل قلبي تنضموا لقناتي وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم جديد الوصفات، وهذا بطبيعه الحال فضلا وليس امرا. وقبل ما نبداو الوصفه ديالنا كنبغي نتقدم باحر التعازي لضحايا الزلزال. قلوبنا معاكم في هذا الوقت العصيب، كنتمنى من الله يمنح القوه والصبر لعائلات الضحايا والمجتمع المغربي ككل لمواجهه هذه الفاجعه. حنا متضامنين معاكم في هذا الوقت الصعب، وكنطلبوا من الله تعالى يحفظ الجميع ويمنح الامان لبلادنا الحبيب، وانا لله وانا اليه راجعون. شكرا على الله. نبداو الوصفه ديالنا كيف العاده ونقولوا بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي ندرج معكم مكونات الوصفه. المكون الاول اللي هو عندنا دقيق القمح الكامل ديال الدار اللي كناخذو من المطحنه، كناخذو كنغربلو، كنحيد منه النخاله الغليظه وكنخلي فيه النخاله رقيقه. غادي نحتاج جوج الكيسان، انا عبرت بالكاس ديال العنبه، تقدروا تعبروا باي كاس متوفر عندكم، غير اهم حاجه تعبروا به جميع المكونات باش تجيكم الوصفه مضبوطه. المكون الثاني اللي هو عندنا دقيق الشوفان، تقدروا تشريوه جاهز او لا تاخذوا اي نوعيه ديال الشوفان عندكم سواء رقيق ولا غليظ كما كان النوع ديالو. غادي تطحنوه غير في الطحانه ديال العطريه حتى كتحصلوا على دقيق الشوفان. كناخذ منه جوج الكيسان ونص. عندي نص كاس ديال الزيت نباتيه، تقدروها تعوضوها باي زيت مفضل عندكم الا زيت الزيتون لان كيجي مجهد واحد شويه. عندنا كاس ديال الحليب. بالنسبه للحليب كيكون عادي بدرجه حراره المطبخ، في الاخير نقول لكم الكميه المضبوطه اللي كفاتني في هذا الخليط. قبيصه ديال الملحه ومعلقه صغيره من خميره الحلويات. بالنسبه للسكر غادي ندير السكر الاسمر البني اللي ما متوفرش عنده تقدروا تعوضوه بسكر التمر او لا بالعسل عوض السكر الابيض، ولكم الاختيار. ما كانوش متوفر عندكم راه تقدروا ديروا غير السكر الابيض. ندوزو مباشره لطريقه التحضير اللي دائما سهله جدا. غادي ناخذ واحد الاناء، غادي نوضع جميع النواشف، يعني كنديروا جوج كيسان ديال دقيق القمح الكامل اللي كنديروا في الخبز ديالنا، وكندير معاه جوج الكيسان ونص من دقيق الشوفان. العبر دائما بالكاس ديال العنبه ولا اي كاس عبرتوا به كتعبروا به جميع المكونات. كنضيف قبيصه ديال الملح ضروري باش كنوازنوا المذاق. كنضيف كاس الا ربع ديال السكر الاسمر او لا سكر التمر او لا العسل، لكم الاختيار. معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات، فقط غير معلقه صغيره، ما كنديرش الكميه كامله، تقريبا واحد 4 غرام. وكنخلط مزيان هاد النواشف باش كنتفادى اي كويرات عندي في الدقيق، خصوصا الدقيق ديال الشوفان كيبقاو فيه هكا الكويرات. من بعد غادي نضيف نص كاس ديال الزيت نباتيه، وكنحاولوا اننا نبسبسوا هذا الخليط مزيان وكنلبسوا جميع الحبيبات ديال الدقيق بهذا الزيت هذا باش كتنجح معكم الوصفه. يعني خصكم تتبعوا جميع النصائح اللي غادي نعطيكم. صدقوني كيجي بسكوي رائع جدا وصحي للوليدات تعطيوه لهم وليكم حتى نتوما لشرب الشاي. دابا غادي نجيبوا الحليب، غادي نبداو نضيفوه بالتدريج، يعني بشويه حتى كنتحصلوا على قوام اللي كيكون قاصح، يعني العجينه ديالنا ما خصهاش تكون رطبه. كنبقاو نجمعوا العجينه ديالنا حتى كنتحصلوا عليها بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه للكميه ديال الحليب اللي كفاتني هي كاس الا ربع ديال الحليب. كما قلت لكم الحليب راه ما كيكونش سخون، كنخرجوه فقط قبل من الثلاجه وكنخليوه فوق سطح العمل وكنخدموا به، يعني كيكون بدرجه حراره المطبخ. صافي كنغطي العجينه ديالي بواحد البلاستيك الغذائي وكنوضعها في الثلاجه مده ديال 20 دقيقه حتى كترتاح معايا باش كتجيني سهله في الخدمه ديالها. في هذه المرحله كنجيب واحد الورق ديال الطبخ او بلاستيك غذائي كندهنو بالزيت باش هكا العجين ديالنا ما تلتصقش لينا. كنجيب جوج اوراق كندهن الاول بالزيت وكنحط عليه الورق الثاني باش هكا كتجيني سهله من دهن جوج وراق في خطره واحده. صافي كنقسم العجين على جوج باش هكا كنتحكم في العجين ديالي. هنا كيبان لكم العجين ملي كنخرجوه من الثلاجه ما تخلعوش، كيبان لكم بحال كيتفرتت، ولكن غير بشويه عليه بالراحه، يعني عطيوه الخاطر وغادي تبقاو تطلقوه بشويه كتعرفوا دقيق القمح يعني ما كيطلقش لينا بسهوله وكيبقى يتفرتت، خصوصا لان ما كانش فيه الدقيق الابيض. كنبقاو نطلقوه بشويه. علاش قلت لكم ديروا الزيت؟ غادي يعاونكم بزاف باش حتى ما يلتصقش لكم فوق سطح
العمل. هنا كيف كتشوفوا معايا بالنسبه للسمك كنتحصل عليه بهذا السمك هذا تقريبا واحد 3 مللي. كناخذوا اي طابع عندنا، ما كانش عندكم طابع ماشي مشكل، كديروا غير اي كاس متوفر، كديروا القياس اللي بغيتو كطبعوا به، سواء بشكل دائري شكل مربع، ديروا داكشي اللي كيفضلوا وليداتكم، اللي كتعرفوا وليداتكم غادي ياكلوا. صافي انا درت هاد القطعه هذه كيف كتلاحظوا معايا، وكنحيد دوك الزوائد حتى هما من بعد غادي نطلقهم. وهذا هو السم كان زدت وضحته لكم اكثر. شوفوا معايا البسكويت ديالنا كيفاش كيجي، ما شاء الله كيجي رائع جدا. صافي وغادي نستفوه مباشره فوق الطاوه اللي كتكون مفرشه بورق تاع الطبخ حتى كنكمل الكميه كامله، عاد غادي نرجع باش نزينو معكم. هنا بالنسبه كما قلت لكم هاد البقايا هادو اللي كيبقاو ليا دوك الزوائد كنجمعهم كنديرهم في بلاستيك غذائي، كندوز نطلق العجين الاخر بنفس الطريقه كما قلت لكم. غير عطيوه الخاطر، ما تشوفوش كيتفرتت معكم وتقولوا لا الوصفه غير ناجحه، غير عطيوه الخاطر بشويه بشويه، لان العجين كيكون في الثلاجه ودقيق القمح كيبغي الخاطر. كنطلقوه بلاتي علينا حتى كنطلقوه وكنطبعوه بهذا الشكل هذا كما قلت لكم. الا درتوه غليظ ما غاديش يجيكم مزيان، درتوه رقيق بزاف غيتحرق معكم، يعني كنديروا القياس اللي كيكون متوسط. راني وريتكم السمك مباشره. ملي كنكمل الكميه كامله وكنستفها في الطاوه تبارك الله راه كيعطيني كميه ما شاء الله. صراحه البسكوي سالا في النهار ديالو الاول، يعني ما كملش ليا النهار، جا ما شاء الله رائع، جا مقرمش. هنا بالنسبه للزين باش هكا كيشوفوا الوليدات ان البسكوي بحال ديال الزنقه، تقدروا تستعملوا ديك اللي كنتقبوا بها البيتزا، اولا ديروا هذا العود ديال الشواء بهذا الشكل هذا. هانتوما شوفوا راه موضح لكم، وغادي نزيد نقرب لكم الصوره اكثر. اولا تقدروا ديروا اي مشطه اللي تكون نقيه مش ديال الشعر وتطبعوا بها، لكم الاختيار. عطيتكم جميع الاقتراحات باش تقدروا ديروا هاد الثقوب هادو، سواء بهذا الكوردون ديال الشواء اولا بالمشطه اولا بهذيك اللي كتقبوا بها العجين ديال البيتزا. المهم نخليكم باش تضبطوا الطريقه اكثر، راها واضحه في الفيديو. من بعد ما كنكمل الكميه ديالي كامله ديال البسكويت كنكونوا شاعلين الفران ديالنا يكون سخون مزيان. كندخلوا البسكويت العافيه كتكون عليه من التحت، كنديروا عافيه مهيله تقريبا. كتعرفوا دقيق القمح ما كياخذش الوقت في الطياب، حتى كيبان لنا كيتحمر من الجوانب كنحيدو كنحمرو غير شويه من الفوق اولا بلاش غير من التحت، كيعطينا واحد اللوين اللي كيكون هو مذهب بهذا الشكل هذا. كل ما نقصتوا عليه البوطه ديالكم اولا الفران كيجيكم مقرمش. شنقول لكم راه كيجي من اروع ما يكون، لذيذ بزاف. غير ردوا ليه البال، ما تخليوش يتحرق. كما قلت لكم السمك ديالو ما ديروش رقيق بزاف باش هكا كيجيكم بسكوي ولا اروع. شنقول لكم راه كيجي رائع جدا وغادي يحماقوا عليه وليداتكم وحتى نتوما. علاش لا؟ شوفوا معايا البسكوي ديالنا كيفاش كيجي رائع جدا. بالنسبه حتى الاحتفاظ ديالو الا بغيتو يبقى محافظ لكم على القرمشه ديالو، ها نتوما غتشوفوا معايا غادي نحتفظ به في واحد القريعه اللي كتكون تاع الزاج. ماشي بشرط انكم تكون عندكم هذه صراحه كتعجبني، كتكون مسدوده، كنخليها هكا فوق البوطاجي. وليداتي كتعجبهم كل مره كيهزوا منها، يعني بسكويت اللي صحي وزوين هكا للوليدات. ولا تقدروا ديروه في اي قرعه ديال الزاج وتسدوا عليه هكا كيبقى محافظ على القرمشه ديالو، عوض انكم ديروه في علبه ديال البلاستيك. وهذا هو البسكويت ديالنا. وهنا كنكون وصلت معكم النهايه ديال الفيديو. بسكوي كيجي رائع جدا صحي، واللهم تعطيوه لوليداتكم وبالكم مرتاح، ولا تشريوه لهم من المحلات ما عارفين شنو فيه مواد حافظه. احسن بكثير هذا البسكوي تحضروه في المنزل ديالكم وتاكلوه حتى نتوما. صراحه انا من عشاق هذا البسكوي، كيعجبني بزاف غير كيسالي كنعاود نصاوبو، يعني ما كيخطانيش من الدار. انا قسمته معكم باش تشوفوا القرمشه ديالو، كيجي مقرمش رائع جدا بنين، خصوصا فيه واحد البنه رائعه. الوليدات ما كيحسوش ان هذا البسكوي بدقيق القمح والشوفان لان ما كيجيش باين نهائيا. كنتمنى فعلا انكم تجربوه. ما تنسونيش دائما من لايك الفيديو للتشجيع، الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يبقى يوصلكم جديد الوصفات. يلا خليتكم على خير الى فيديو جديد ان شاء الله. كنتمنى تبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء